انا عندي سؤال بس، واقعة الاوبر دي لو ما كانتش اتصورت، الراجل الغلبان اللي بيشقى ده كان المفروض مصيره كان هيبقى ايه؟ لو انت طبعا ما تعرفش، ففي فيديو انتشر لبنت كانت راكبة مع احد كباتن الاوبر. الحقيقة الراجل وهي اختلفوا على الاجرة او اختلفوا على حاجة ايا كان حصلت في التوصيلة كلها. تيجي بقى البنت دي تبدا تفتح كاميرا التليفون بتاعتها وتبدا ان هي عايزه توقعه في غلط. يقوم جاي هو طبعا عشان يضمن حقه ويحفظ حقه، طلع هو كمان كاميرا التليفون وبدا يصور. تقوم جايه هي ايه، ما خدتش بالها ان هو بيصور الواقعه وبيصور كل اللي هي بتعمله. تقوم جايه ماسكه اللبس بتاعها، تفتحه كده وتعمل زي يعني حاجات كده بالضوافر بتاعتها هنا. ليه؟ علشان طبعا لما يجي اي حد، لما الناس تتلم، طبعا يقولوا بصوا البنت الغلبانه، وبصوا حصل فيها ايه، وبصوا السواق، وبصوا كابتن الاوبر عمل وسوى. وطبعا الناس اول ما هتشوف الواقعه دي هتروح طبيعي في صف البنت، مش هيروحوا لصف الراجل. ليه؟ لان طبعا هي يعني ده الطبيعي ان الانسان بيروح للحلقه الاضعف في الموضوع، او بيروح في صف البنت دايما عشان بيقول لك يعني هي لوحدها في الشارع واعتبرها اختك والكلام ده كله. انا مع ده جدا طبعا، ولكن لما نتحرى الدقه في الموضوع، لان واقعه زي دي قدر ان ما كانتش اتصورت والراجل ده ما كانش معاه حاجه تثبت حقه وان هو صاحب حق، كان ايه اللي هيحصل؟ كان ممكن الناس في الشارع تتلم عليه تمسكه تعمل معاه الصح، كان ممكن يتقبض عليه، كان ممكن ما يقدرش يثبت حقه. والبنت طبعا بعد اللي هي عملته، اول ما الناس هتشوفه كده، انا واحد من الناس، انا هو بقول لكم واحد من الناس، لو انا معدي شفت بنت في حاجات زي كده هنا، علامات، ومعاها كابتن او راجل ايا كان هو يعني هو مين، وبيشدوا مع بعض، انا هشوف المنظر ده طبعا غصب عني هفكر ان الراجل ده هو اللي عمل كده. فالبنت بقى مش تسكت، عامله فيديو تاني تستفز الناس، تقول لك بصوا اللي هيجيب سيرتي هعمل وهسوي، اللي هيجيب سيرتي معرفش هعمل ايه، وكل اللي انا عملته ده رد فعل. انا بنت كويسه، انا وانا السواق اصلا عمل كده فعلا، ولكن اللي انا عملته ده كان رد فعل علشان اعرف اجيب حقي. ايا كان اللي حصل، مفيش حد يا جماعه يبقى بالجراءه دي ومش عارف يجيب حقه. مفيش حد يعمل حاجه زي كده ويبقى هو صاحب حق. انسى، انسى. انا لو صاحب حق، لا ده انا تبقى عيني قويه واعمل اللي انا عايزه، لكن بقى ما تبلاش على حد، ما اعملش علامات عشان اروح اتبلى على حد. واشمعنى هنا؟ سؤال والله بساله عادي، اشمعنى هنا؟ ايه الحكمه ان انا اعمل هنا كده عشان ادي ايه؟ ادي إيه مثلا للي قدامي فكره او ايحاء معين ان هو كان عايز يوصل لحاجه او يعمل حاجه؟ فانا مش فاهم الصراحه. ويعني ايه اصلا اللي هي معارف مثلا في الحدث، واللي هي معارف معرفش فين وفين، هي اللي قالت كده. فده ما اعتقدش طبعا ان ليه علاقه باي حاجه من اللي هي بتقوله. فيا جماعه من فضلكم ان شاء الله، كل واحد شايف موقف بيحصل فيه حاجه زي كده نتحرى الدقه بس في الموضوع، لا اكتر ولا اقل.